يا مساء الخير اخواتي بقى. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده كده طلب مني 7 ميلك تشيك فانيليا. تعالوا اعرفكم بيتعملوا ازاي علشان لو جالكم ضيوف في البيت. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل كده هنجيب جالون ايس كريم الفانيليا اللي انتوا شايفينه ده، ولو مش موجود متاح فيه بيتباع منه الصغير في اي سوبر ماركت او هايبر كبير. تمام، هنقوم نازلين كده يعني نص الجالون او تلات ارباع الجالون كده الايس كريم الفانيليا، لان احنا هنعمل 7، يعني هنعمل 7 ايس كريم فانيليا. يعني الكوبايه الواحده بتاخد 3 بولات ايس كريم فانيليا. بعد ما حطينا الايس كريم الفانيليا هنقوم نازلين بقى كده ب لتر من اللبن او تلات ارباع لتر من اللبن، حسب ما الخلاط يجري معانا. يعني لو الخلاط كده جرى معانا وتمام ماشي، ما جراش معانا وتقيل نزود لبن. وطبعا بعد ما خلص هنقوم صابين كده بقى ونازلين في السبع كوبايات ميلك تشيك فانيليا. طبعا نازل تقيل اهو، وزي ما انتم شايفين حاجه كده عظمه قوي. اهم حاجه ان هو يكون تقيل علشان يدينا طعم الميلك تشيك الخطير قوي اللي احنا بنحبه. تمام قوي، وطبعا ده الاطفال كلهم بيحبوه. طبعا زي ما انتم شايفين هو كده تمام. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. بس خلاص.